ايه شفت الزمالك زمالك. الزمالك في الماتش بتاع امبارح بتاع الاتحاد؟ هو كان لابس ايه؟ اخضر. كان لابس تيشيرت معفن قوي، شفته؟ كان لابس اخضر، اصل في فريق الاخضر كان بيلعب احسن من الفريق الابيض. فهو الابيض مين؟ هم كانوا زمان بيلبسوا اخضر، اه بس هم كانوا لابسين ابيض امبارح. يعني ده لبس الاتحاد اه عامل فيهم كده. الاتحاد. والله ده ايه ده؟ دي بهدله يا لا جدع. شفت، دي قله ادب يا شفت جدع. التيشيرت؟ بس سيبك من الماتش عشان الماتش ده في الجلاشه. يا عم هم كويس ان هم لاقيين لبس يلبسوه. التيشيرت وحش قوي. يا ابني ما همش فلوس اصلا يغسلوه، انت فاهم ازاي؟ مش هقول لك يشتروه يغسلوه. ما همش اللبس. هم عملوا هجمتين من ناصر الاسطوره. ده انت شفت الكوره ان هم عايزين ضربه جزاء اه اللي هي اصلا هندس عليهم، اللي هي هاند بول عليهم، يعني الكوره نزلت ما خبطت في ايده هو بيشتكوا الحكم ده، بيتخانق مع الحكم ان الكوره ما يحسبهاش اشتكوا ضربه الحكم بعد جزاء. الماتش وطالعين وظلمونا ظلموا ايه يا جدعان؟ كفايه بقى. انتوا احمدوا ربنا انتوا طلعتوا تعادل يا ده انتوا جدعان. ادوكوا دوري. يا جدعان الناس دي بتعمل معاكم حاجات ما بتتعملش في على العالم فكرة كله. الزملكاويه نفسهم هم اللي قالوا لك كويس ان احنا، يعني في ناس كتيرة شفتهم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بيقولوا ان احنا كويس ان احنا طلعنا تعادل، ايه المنظر اللي احنا فيه ده. فعلا يعني ربنا يستر. انا في افريقيا قلت لكم ايه، لو وصلت دور المجموعات يبقى انتوا كده عملتوا الصح مع لا نفسكم. انا امبارح صراحه هو قاعد يقول لي صدقت لا كلامك. انا هتعدي، المنظر ده هيعدوا بتاع، دور المجموعات وهيلعبوا مش بعد دور متخيل. المجموعات انا وبتاع. مش متخيل يا راضي المنظر امبارح هزيل ما انا هزيل. يا باشا ما فيش فرقه بتعمل فتره اعداد 10 ايام يا جد ولا 11 يوم. مفيش كده، وبقى مع ان هم اصلا الثلاثه اللي معتمدين عليهم جم بعد فتره الاعداد. انت عارف اصل يعني عبد الله ما شاركش في فتره الاعداد، بيزيرا لحد دلوقتي ما جاش، شيكو بنزا جه يا يوم لهوي. الاحد اللي فات ولا لعب يوم السبت لعب ولعب الماتش ده. انت لعب ده فاهم؟ الواد انا ما منسي عندوش. كيرش طالع. انا شفته منسي كيرش طالع اللي هو لا شكله يلا تحس ان هو ايه لسه. بتقل في الاجازه شويه. ما هو عشان ما عملش فترة اعداد يا باشا، وبعدين هو ساب نفسه لا برضه، لا هو لا برضه ما ينفعش يسيب نفسه يوصل بس اقول لك لفترة اعداد. المشكله فيها يا راضي. ده على فكرة معدي ال 90 وداخل في انتوا عارفين المية. المشكله فين؟ فين؟ هقول لك انا المشكله فين. المشكله ان الزمالك كل سنه بيعتمد ان في الاخر البطوله بتخلص بطريقه ما معاه، انت فاهم ازاي؟ بيجيبها بيرضوه. فبقاش يعمل الشغل. الزمالك ما بقاش بروفيشنال في اي حاجه. الزمالك ما بيشتغلش. مم. دلوقتي هو عمال يعمل كده، هو عارف في الاخر ايه؟ الحكومه هتسيبه، الحكام هيساعدوه، هيطلع ايه؟ انت فاهم ازاي؟ هيبلطج على الرابع والخامس رغم ان هو مثلا دوره المفروض يبقى سادس، هيبلطج عليهم عشان يطلع ثالث وخلاص. الاعلام هيطبل له لا برضه. بس هو بالمنظر ده لو طلع تالت يبقى عمل انجاز يعني، بصراحة. هو ما هو وحش قوي هو يعني الفريق ضايع خالص يعني. على فكره. وبيزيرا مش راجع عشان بس جمهور الزمالك يبقى فاهم، يعني بيزيرا خلاص انسى. عايز تفهم الزمالك تصنيفه في خطر ازاي؟ هقول لك. الاتحاد ده مفروض يبقى فين في الدوري؟ سادس سابع. تخيل ان الاتحاد ده لعب على الزمالك ماتش. ده اللي انا اقصده. لسه ما قابلش ولا سيراميكا ولا مصري ولا اسمه ده ولا حتى زد ولا وادي دجله. انا بكلمك في الاتحاد يعتبر اضعف منه. مم. الاتحاد يوم لما بيجيب السادس بيقول انا عملت انجاز في الدوري. تخيل ان الزمالك فعلا مش قادر عليه. الزمالك لا ماتش الاتحاد منظر ده. منظر الزمالك وحش قوي يا جدعان بجد، مش عارف بقى هو هيكمل ازاي بصراحة. يعني الله يكون في عون معتمد جمال ده، انا يا معرفش هو ريت اصلا بيلعب بالفرقة دي يا ازاي. ريت التحكيم ما يبوظش البطوله دي. يا ريت التحكيم ما يبوظهاش. هو ده طبيعي، ده جايبين على حسام عبد الفتاح. المهم خلينا كفايه كده على الزمالك ولا ايه؟ خلينا كفايه عشان ما نطولش عشان يلا نقلب اهو. نستناكم بعد ماتش بيراميدز. تتوقع الماتش ده يخلص كام؟ الماتش ده كمان شويه المفروض. تتوقعوا ايه؟ بيراميدز والمحله. ايه؟ هو هنا ولا هناك؟ مش عارف. انا اصل توقعي كده. هتفرق. انا توقعي كده. تفرق، لا لو هناك تفرق. انا توقعي كده. ليه؟ اذا كان في المحله واذا كان ميلتا في باور هناك، في الميلتا باور دي ممكن على ميلتا باور مش هيقدروا عليهم. طب فانا ممكن اقول لك مثلا بس هو مش في ميلتا باور عامه. ممكن بيراميدز يكسب 2-1 مثلا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المحله يتعادل النهارده مع بيراميدز 1-1 ونستريح منهم بدري بدري عشان الدوري ده في اول 10 ماتشات طب لازم انت يخلص. متوقع ايه للاهلي والشرقيه؟ انبي ولا انبي هنكسب الشرقيه ده؟ هنكسب 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 3 كمان. انت فاهم ازاي؟ هنكسب 3 كمان.
ان الدوري ده الاهلي هياخده غل هياخده بدري قوي، هياخده قبل ما نخش. انا لو نزلوا اول ماتش جابوا فعلا 3-4 كده إيه. الدوري ده لازم يتاخد كده، لازم المنظر ده، لازم الانديه كلها تشوف ان انا مش جاي، لازم الحكام يشوفوني ان انا مش جاي اهزر، مش جاي اهزر، انا جاي اخد البطوله دي 3-4. ما هتظلمني في جون هجيب 2. انت فاهم ازاي؟ فاكر البطوله اللي دي فايلر؟ اللي دي فايلر دي بعد احنا ضاع مننا دوري برضه اتسرق مننا، ينزل 3-4 بعد ينزل ديب ب 3-4 ايه ب 3. ما انت والحكام ما تحسبش، ما فيش مشكله يا باشا، خلاهم سكتوا. انت فاهم ازاي؟ مش عارفين يعملوا حاجه، خلاهم كفايه بقى اللي هو اطلعوا براها انت. ماشي. انا كمان متوقع ان الاهلي هيكسب برضو فرق 2-3 يعني في الماتش ده، لان في سيزون ضايع، فهم لازم ده هيبقى اللي هو ايه استعراض للسيزون، يعني اللي هو ايه انا اهو. فانا متوقع ان هو يبقى 3-4 فعلا الماتش ده. بس هم دمجوا الشرقية مع انبي، بس مسمى هتلاقي مسمى فيه بس. لا هتلاقي فيه برضه فرق حلوه. بس لا انا متوقع الاهلي يكسب، هيكسب فرق 2-3 كمان يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا جدعان، احنا على عهد اهلاويه، اهلاويه ما بنهزرش، احنا على عهد واحنا محايدين مع الفرق المنافسه، محايدين معاها. وعملت لكم فيديو قبل الدوري ما يبدأ بيومين، وقلت لكم الترتيب، وقلت لكم الاهلي هيبقى، قلت لكم الزمالك لو طلع تالت يبقى هو عمل انجاز، وقلت لكم وفي كمان ناس تحددنا، في ناس اتحددنا حددنا في الكومنت. الاول الاهلي والتاني بيراميدز، والزمالك قلنا هيطلع رابع خامس مش تالت كمان. ليه؟ محمد سامي اللي هو بعت لك على موضوع في صح واحد زملكاوي. واحد زملكاوي صاحبنا اسمه محمد سامي. لا يا ابو لسان طويل، لا يا ابو لسان طويل، الدوري بتاعنا والسنه دي هنديكوا على قفاكوا دش 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 دش، الدوري ده بتاعنا. قال لك انت رابع خامس. قال لك ايه؟ قال لك انتوا هتطلعوا الدوري ده للزمالك، وانتوا هتطلعوا تالت زي الدوري اللي فات. ماشي يا ابني انت ما شفتش نفسك امبارح؟ ما اتفرجتش على الماتش امبارح؟ حول الله يا رب. سامبو، لو احنا ما خدناش الدوري دوت ومهزقينكوا واخدينه بدري يا عم، انا هحلق لك شعرك. حلق لك شعرك مش شعره هو، حلق لك شعرك انت عشان بس تبقى وشنبك ودقنك كتير ده كده كتير دي، ويجي هنا قدام الناس هجيبه هنا اخر الدوري قدام احلق احلق. مش هنوصل لاخر الدوري يا ابني، هو قبل الدوري ب6-7 ماتشات نجيبه. هتلاقي هو اصلا في حته بعيده. يا ويلك يا سامبو لو انا موجود واحنا بنعمل كده في الدوري. يا ويلك لو قفشتك هنا هحلق، اجيب مكنه كهرباء. ماشي، احنا مش هنطول عليكم عشان لسه برضو الدنيا ما سخنتش، فهنوقف هنا، وبكره اعمل لكم حلقه تانية بقى بعد ماتش الاهلي، وان شاء الله نفوز وتوقعاتنا تطلع صح باذن الله، ونشوف الاهلي بشكل تاني. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وحدوا لا اله الا الله، وتحطوا لنا لايك كده، واللي مش مشترك يشترك، و سلام.